نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مجموعة من الصور الجديدة بصفحتها الشخصية على انستجرام. وظهرت نسرين طافش تواجدها داخل منزلها وهي تقف بجوار شجرة عيد الميلاد، وكان معها عدد من أصدقائها مرتدية تيشيرت قصير من اللون الأسود وميني جيب قصيرة كشفت عن أردافها من نفس اللون بطريقة أثارت جمهورها. وعلقت على هذه الصورة قائلة: لقد بدأ يبدو كثيرا مثل عيد الميلاد. ولدت نسرين في مدينة حلب شمال سوريا لأب فلسطيني من مواليد سقط فلسطين وأم جزائرية من وهران، وهي تحمل الجنسية الجزائرية نسبة لوالدتها. الفنانة أروى جودة ظهرت مساء أمس على ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال44 بدار الأوبرا المصرية، والتي تقام خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الجاري، بإطلالة غريبة أثارت التساؤلات. وفي سؤال لها عن تلك الإطلالة أوضحت أروى إنها عباية لف اسكندراني على الطريقة المودرن من تصميم أحمد السعدي. يذكر أن الدريس كود الذي وضعه حسين فهمي ينص على أن يرتدي الرجال بدل باللون الأسود وقميص أبيض، في حين ترتدي السيدات فساتين طويلة وغير مجسمة أو مفتوحة أو قصيرة.